السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بسوي معاكم طريقة ثانية من طرق عمل الرز بالدجاج، بس هذه المرة بستخدم عندي هني جوز الهند البودر. هذا بيعطي نكهة وايد حلوة للعيش. طبعا المقادير مثل ما انتم شايفين، عندي هني رز مغسول ومنقوع في الماء، عندي هني دياي غاسلينه ومقطعينه، وعندي طبعا الخضر اللي بستخدمها، عندي بصل وطماط وفلفل الوان، ممكن اذا ما عندك عادي الفلفل الاخضر. عندي هني اوراق الكاري، عندي كزبره، ثوم وزنجبيل وفلفل حار، وعندي هني جوز الهند البودر، وعندي السمن اللي بستخدمها في التحمير، وعندي كريمه الطبخ. نبدا معاكم ان شاء الله. طبعا البهارات بقول لكم اياها وقت ما اسويها مع الطبخه، وبكتب لكم اياها. نبدا ان شاء الله طبختنا. حطينا الجدر على النار، والحين بضيف له السمن، بضيف البهار الحب. عندي هنا بهار حب، طبعا الهيل، الكمون، القرفة، عندي كزبرة والمسمار. اخلي بس شوية نكهتهم تطلع، وببدأ اضيف اوراق الكاري والبصل. نضيف شوية من اوراق الكاري، احط الحين البصل. طبعا البصل بخليه لين يشقر لونه، ياخذ لون. هني مثل ما انتم شايفين طبعا تغير لون البصل، بدأ ياخذ اللون الذهبي. ببدأ احط الثوم والزنجبيل. شوفوا الحين نزلنا قطع الدياي، مثل ما قلت لكم ضفت عليها لون الطعام الأحمر. أخليها كذي تاخذ أول شوية تحميصة مع البهار مع الثوم والزنجبيل والبصل، وبعدين بقلبها على الجهة الثانية. نبدأ نقلب الدياي. نتأكد ان الصوبين خذوا شوية تحميرة. خلاص تحمروا من الجهتين، خذوا لون خفيف. الحين ببدأ احط البهارات. طبعا اليوم البهارات اللي بستخدمها اللي هي السبع البهارات. بضيف شوية فلفل أسود، بحط شوية كركم، وشوية من البابريكا. بنزل الحين شوي من الفلفل البارد الألوان، وبخلي شوي بحطه آخر شيء.
طبعا ما ننسى نضيف الملح، وبضيف هنا عندي الطماط. بحط شوي طبعا من الكزبرة الخضراء المفرومة، بضيف له شوي من الكزبرة الخضراء. مثل ما انتم شايفين الحين ضفت كريمة الطبخ، وبخلي الدياي يستوي. طبعا ما بيستوي سوا كامل لان انا بكمل سوا الدياي مع الرز، ما بضيف له طبعا ماي لان الطماط بيطلع ماي والدياي والكريمة، فخلاص بيستوي يعني مقدار السوا اللي انا ابغيها بكمية هذا السائل. بس الحين بغطي عليه وبخليه شوي مع بعض يتسبك، وبنسوي معاكم العيش. هني مثل ما انتم شايفين بدنا نجهز الماء الحار حق العيش. طبعا العيش بنسويه نص سوا لانه بيكمل مثل ما قلت لكم بيكمل مع الدياي. حطيت الماء الحار وحطيت دهن اللي هو السمن وحطيت ملح. بس يبدا يفور الماء عندي ببدا انزل العيش. شوف العيش تقريبا 70% 75% بس سوا. الحين بشغله وبرده على الدياي. الحين هذا الدياي عندي الحين بضيف له جوز الهند البودر. هذا تقريبا هذا انا سويت عندي ديايه 1 كيلو، فبسوي لها 4 خواشي كبار، 4 ملاعق كبار من جوز الهند. الحين بضيف نص مقدار العيش. هذا العيش عقب ما شغلناه الحين بضيف نصف المقدار. خلاص، وبحاول اقلب العيش مع الدياي. زين، وبضيف باقي الفلفل البارد اللي خليناه. وبحط شوي من الكزبرة الخضراء. خلاص ضفنا الحين الفلفل البارد وضفنا الكزبرة الخضراء. الحين ببدأ احط باقي كمية العيش. وهذا طبقنا جهز عيش مع جوز الهند. علينا وعليكم بألف عافية.